الكرات الثابتة، عنده حلول من اللعب من الأطراف، عنده حلول من اللعب من العمق، عنده حلول فردية من بعض اللاعبين. فهذا شيء بيعطي يعني خلينا نحكي حتى مباراة عمان كل كرة بالناحية الهجومية. اي بس كابتن، يعني انا مع احترامي طبعا حق منتخب جزر القمر، انتم تعرفون الفارق الكبير في الامكانيات والمستويات أكيد. بين المنتخب المغربي وبين منتخب جزر القمر. اليوم يختلف الوضع، المنتخب اليوم العماني بعد يعني جالك بطموح انه يحقق. أخ خالد، المنتخب المغربي عدة المملكة المغربية